تحياتي للجميع. أنا طلعت بالفيديو هذا عشان شفت هجمة شرسة على فريق برشلونة على مواقع التواصل الاجتماعي من كثير من جمهور ريال مدريد. هذولا حافظين مش فاهمين صراحة. يعني بحكي لك الهدف الثاني تبع برشلونة ضد ختافي مش جول، تسلل واضح ورافينيا بعيد 5 متر عن لاعب ختافي. مزبوط كلامكم، رافينيا بعيد أكثر من 5 متر عن لاعب ختافي، لكن في ملعب برشلونة. هسه ملعب بنقسم لنصفين، نصف لما فريق برشلونة ونصف لفريق ختافي. رافينيا وقت تمرير الكرة كان في ملعب برشلونة، وهاي من ضمن الحالات اللي ما بتنحسب فيها تسلل، وأنا جبت الحالات اللي ما بنحسب فيها تسلل، هاي عرضت لكم إياها. آه، لكن للأسف هذول مصرين إنهم يعني خليني أحكي إنهم هذول حافظين مش فاهمين. لكن في بعض من جمهور ريال مدريد بيفهموا، بتتناقش معاه، بتتغلب معه، وبعرف إنه الكلام أنا بحكيه صحيح. الحالات اللي ما فيها تسلل اللي هي رمي التماس، ركلة المرمى، الركلة الركنية، واللي حالة اللي تبعت رافينيا اللي هي نصف ملعب الفريق المهاجم. اقرأ: لا يعتبر اللاعب متسللا إذا كان في نصف ملعبه هو نفسه، يعني حالة رافينيا وقت تمرير الكرة إليه. فهمت يا طبل؟ لكن للأسف هذول حافظين مش فاهمين. معظم اللي طلعوا حكوا عن هدف برشلونة الثاني، لكن في بعض منهم من جمهور ريال مدريد بفهم الكلام اللي أنا بحكيه. كمل: الكرة منقولة من الخصم، عدم المشاركة الفعالة، الكرة المرتدة. بس شو بدكم تحكوا؟ شو بدكم يعني أحكي لبعض من هذول الجمهور اللي حافظ مش فاهم؟ بالله عليكم، إذا شفت حدا منهم ورجوهم هذا الفيديو، ورجوهم الحالات اللي ما بتنحسب فيها تسلل. دائما وأبدا تحيا برشلونة.